السلام عليكم أخواتي، إن شاء الله تكونوا كامل في أحسن الأحوال. في الفيديو تاع اليوم تلبية لطلبكم حضرت بسبوسة حجم كبير، تحصلت على 20 قطعة كمشروع مربح للماكينات في المنزل، يعني كما طلبتوا مني. وأيضا يعني اللي حبت تحضرها للمنزل تقدر يعني تنصف فقط المقادير، رايحين تحصلوا على بسبوسة من أروع ما يكون وبمقادير يعني متوفرة في المنزل. ولكن تابعوا الفيديو الأخير حتى تشوفوا المقادير، كاين مقادير حطيتهم في آخر الفيديو. وايضا لازم تشوفوا طريقة الطهي مهمة جدا. اذا كنتم اول ما تزوروا القناة ما تنسوش ضغط على زر الاحمر اسفل الفيديو، زر صابوني، وضغط على الجرس هكذا حتى توصلوا بجديد الفيديوهات. ما تنسوش ديروا جان الفيديو هكذا حتى يوصل اكبر عدد من المشتركات. نبداو بسم الله. دائما نبداو في الشربات، حتى يعني الشربات تاعنا بعد ما طيب بسبوسه تكون ساخنه، والشربات لازم تكون بارده. درت هنايا 12 كأس من الماء، وايضا 5 كؤوس من السكر، نفس الكاس راح نكيل به باقي الوصفة. الكاس هذا يرفد 200 مليلتر، تقدروا تحطوا حتى 6 كيسان من السكر. انا درت 12 كأس من الماء مع 5 كؤوس من السكر، وضفت نصف يعني نصف حبة قارص. نحطهم فوق نار هادئة، بعد ما يبدا يغلى الماء تاعنا نحسبوا 10 دقائق ونطفوا الفرن. هكذا نتحصلوا على شربات ونخلوها تبرد. بعد ما طابت الشربات بديت نحضر في العجين تاع البسبوسه. نحتاجو 8 حبات بيض، يعني اذا يعني كان البيض تاعكم صغير مثلي انا، يعني البيض صغير درت 9 حبات بيض، ولكن اذا كان حجم كبير حطوا 8 حبات بيض. هنا بعد ما كسرت البيض كما راكم تشوفوا رايحه نضيف كأسين من السكر، دائما نفس الكاس، هذا الكاس يرفد 200 مليلتر. والآن بعد ما ضفت السكر نبدأ نذوب في السكر. أولا نخلط بالشكل هذا، نخلطه جيدا. بعدها رايحين نبداو نضربو البيض مع السكر حتى يذوب لنا بالشكل هذا. بعدها رايحة نضيف نصف ملعقة أكل من الفانيليا، ها هي بعد ما ملأتها نغربلها بالشكل هذا. بطبيعة الحال بعدها رايحة نخلط هكذا، وبعدها رايحة نبدا نضيف المكونات الباقية اللي هما بديت نضيف هنا كما راكم تشوفوا كأسين ايضا من الحليب، نفس الكاس دائما. بعد ما ضفت الحليب رايحة نبشر حبة ليمون او حامض، يعني بشور الليمون، رايحين يضيفوا ذوق رائع للبسبوسة تاعنا. ونخلطه جيدا. بعدها رايحين نضيفوا نفس الكاس دائما كأسين من الزيت، ونخلطه ايضا جيدا. وكما قلت لكم يعني اذا حبيتوا تحضروا فقط صينية صغيرة، يعني تحصلوا على 10 قطع، ما عليكم فقط تنصفوا المقادير، مثلا تحطوا كاس حليب، كاس زيت، كاس سكر، يعني مقادير واضحة ومضبوطة. والآن بعد ما خلطت نبدأ نضيف السميد. عندي هنايا السميد الخاص بالكسرة يكون متوسط. ضفت الفنجان الأول أو الكأس الأول، رايحين تشوفوا يعني الكمية اللي ضفتها، نضيفوا حتى تحصلوا على القوام المطلوب. نضيف الكأس الثاني. المرحلة هذه راح نضيف الخميرة الكيميائية أي خميرة الحلويات. هنا في البسبوسة كل 2 حبات بيض نحطو كيس من الخميرة. حطيت 8 حبات بيض، يعني نحطو 4 أكياس ما يعادل 40 غرام. نضيفهم كامل. بعدها نخلط جيدا هكذا كما راكم تشوفوا، ونواصلوا نضيفوا السميد حتى تحصلوا على القوام المطلوب. هنا ايضا رايحين نضيفوا شويه فارينه، تابعوا الفيديو حتى تشوفوا. هنا ضفت الكأس الثالث ونخلطه جيدا. نضيف الكأس الرابع نفس الشيء.
الكأس الخامس ونخلطو نشوفو القوام. والآن ضفت الكأس السادس كما راكم تشوفوا. هنا تقريبا يعني تحصلت على القوام المطلوب، ولكن ضفت نصف كأس من السميد. يعني إذا حطيتو 6 كؤوس من السميد يكونوا مملوئين جدا بدون ما تضيفوا هذا النصف. أنا يعني مملأتهمش جيدا، لذلك ضفت نصف كأس من السميد. يعني حطيت 6 كؤوس ونصف. إذا كانت مملوءة حطوا فقط 6 كؤوس. هنا ضفت نصف كأس من الفرينة ونخلطوه، وبهذا الشكل راح تحصلوا على القوام المطلوب. يعني كما شفتوا المقادير واضحة، ها هو القوام اللي تحصلوا عليه. والآن نخلطوا جيدا، وبعدها نوجدوا الصينية اللي نطيبوا فيها. ها هي الصينية دهنتها كامل بالزيت حتى ما تلصقناش البسبوسة، وأيضا رشيت عليها الفرينة. هنايا ملاحظة، كنت شعلت الفرن من قبل، يعني منين بديت نحضر في البسبوسة كنت شعلت الفرن حتى يسخن في درجة حرارة 180. نخلطها بالشكل هذا ونفرغها في الصينية، نوزعها كامل هكذا كما راكم تشوفوا. بعدها رايحة نوزع كامل حتى تجينا في مستوى واحد. هنا رايحة نحطها في وسط الفرن اللي كنت شعلته كما قلت لكم كان ساخن. نحطها في وسط الفرن، يعني ما نفتحش عليها مدة حوالي 35 دقيقة، ما لازمش يعني تفتحوا عليها. بعد ما تشوفوها تحمرت من الأطراف، رايحين تشوفوا الآن ها هي هنا في الفرن. بعد ما شفتها تحمرت لي هكذا من الأطراف. في المرحلة هذه راح نشعل عليها من الفوق، خليها حتى تحمر. شوفوا يعني تلقاوها طابت متماسكة، يعني الطياب تاعها تقريبا مثل قلب اللوز. هنا بعد ما طابت راح نفرغ عليها مباشرة الشربات اللي كان برد لي، يعني ما بردش تماما، انا زدت بردته بكاسرونة واحدة اخرى. هنا كما راكم تشوفوا البسبوسة شربت كامل الشربات، تجي مشربة رائعة خفيفة كما شفتوا يعني في الاول. نضيف كامل الشربات كما راكم تشوفوا. كما قلت لكم انا حطيت 5 كؤوس من السكر في الشربات، ولكن نتوما تقدروا تحطوا حتى ل6. ها هي كما راكم تشوفوا. بعدها رايحه نزينها. هنا انا استخدمت كميه من الكاوكاو والملح المحمص، ولكن نتوما تقدروا تزينوها ايضا بجوز الهند، يعني التزيين يبقى اختياري والذوق ايضا. ها هي في المرحله هذه بديت نقسم فيها. أنا تحصلت على 20 قطعة، وفي الأخير تحصلت على قطع صغيرة، يعني كنت قادرة نكبرهم شوية. نقطعهم بالشكل هذا وتكون يعني وجدة معنا، ونتحصلوا على بسبوسة ولا أروع. هنا بعد ما بديت نقسم فيها يعني شوفوا النتيجة. ها هي كما راكم تشوفون. نقدروا يعني نحضروها في شهر رمضان كمشروع، أو لينا العائلة تاعنا، يعني مرة نحضروا قلب اللوز للسهرة، أو هذه البسبوسة أيضا نفضل البسبوسة خفيفة. ها هي كما راكم تشوفوا يعني نتيجة ولا أروع، تجي مشربة وإسفنجية، وأيضا يعني سهلة بمقادير متوفرة في المنزل. أتمنى يعني تكونوا عجبتكم لا فيديو تاع اليوم وتجربوها، ويعني تستفادوا من هذا يعني المشاريع اللي راني نقدم لكم. اذا عجبكم الفيديو ما عليكم فقط تحطوا جيم الفيديو وتشتركوا في القناة اللي مازال ما اشتركوا، وتبارطاجيو الفيديو. والى اللقاء في وصفات قادمة ان شاء الله.